خطيرة خطيرة، والهدف العراقي يسجل. الهدف العراقي يسجل. يعني قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، هذه كرة القدم. هل تعتقد التحكيم لعب دور في صالح كرة العراق اليوم ولا كان يعني ما اريد ادخل بهذا المجال، اكو ناس هم اصحاب اختصاص في هذا المجال، هم اللي يقيمون اداء الحكام وشنو ممكن اثروا على نتيجة المباراة ولا. كابتن، انتصار واحد وخسرتين، ما هو بهذا يعني مستوى حامل اللقب. هل العراق يعاني الان كابتن؟ ابدا اكيد، لانه تعرف انت العراق اسم كبير جدا على مستوى المنطقه وعلى مستوى القاره باكملها، لذلك دائما ما كل الاعلام المحبين الناس في اي بطوله يوجد بها العراق يكون مرشح هو لنيل اللقب. خروجنا من هذه البطوله واحنا رغم كنا يعني ابطال النسخه السابقه بصراحه هو مخيب للامال، ولكن الاهم انه تجربه استفدنا منها الكثير. تعرف هي بطوله وديه واحنا في تصفيات كاس العالم بالمركز الثاني، وهذا ممكن صار لنا درس ودرس مهم جدا قبل خوض التصفيات النهائيه، في سبيل ان شاء الله انه نوقف على الاخطاء ونخطف بطاقه التاهل لكاس العالم، وهذا هو الاهم. ليش اسباب الاشتباك اللي صار نهايه المباراه وبعد الهدف الثالث تحديدا؟ يعني بالنهايه انتهى، ما احب احكي يعني بهذا الموضوع بصراحه، بس يعني للاسف المباراه اخذت طابع غير كره القدم، وما تعرف يعني بصراحه كان اكو استفزاز من قبل بعض اللاعبين، يعني كلمات او امور اخرى ما كنت قريب جدا عن الحدث واعرف، بس بعد ما سالت الاخوان اللاعبين اللي وياي حكوا لي بعض الاشياء اللي صارت. بالنهايه يعني نقول مبروك للفريق السعودي، هذا لك فريقنا. شكرا كابتن. حبيبي الله. كابتن، انا الفرنسي ما سالت انا ما اعرف انت سعودي؟ على راسي، انا ما اعرف، بس انا لانه السؤال جاني من البدايه لحد النهايه، دمروني بالسؤال. لاعب كره القدم اذا يتم هذه الامور خلي لاعب كره القدم، هذه من وجهه نظري. اي شيء يصير خارج الملعب مستحيل افكر فيه، لان هذا راح ياثر علي نفسيا. فانا قلت لك ان تركيزنا دائما وين يكون؟ داخل الملعب. انا سلمت على كل اخوان الوفد السعودي على المباراه. كره القدم بحد تجمعنا كلنا، بطوله الخليج بالذات تجمع كل الخلايج، فاحنا روح واحد فريق واحد، لذلك كل شيء يصير خارج الملعب حتى لو سوء تفاهم يصير نحاول الاعلام نتفاداه ونجبر هذه المباراه. التقيت بالجمهور كابتن العراقي كان غاضب جدا بعد نتيجه هذه المباراه. حقهم واحنا اصلا زعلانين لانه ما قدرنا نفرحهم، بس ان شاء الله تعويض من هذا كاس العالم. كابتن، سؤال يعني بس الفريق المرشحين كانوا للبطوله السعوديه، نهايه من لهم التوفيق. فريقنا عنده هدف مرسوم من الاتحاد العراقي، ما اقترب زمان ولا واحد اللي جاي يصور. هذه البدايه صارت اسباب الاشتباك اللي صار يا كابتن اليوم بالمباراه؟